كابتن اسلام صلاح نجم النادي المصري، النهارده كنت طبعا بتستفتي على الدستور، النهارده قلت ايه على الدستور؟ قلت نعم طبعا، يعني ده المفروض ان الناس كلها تقول نعم عشان البلد ان شاء الله تبقى في استقرار وتبقى في تقدم، ويعني ونعيش بقى حياه كريمه وحياه كويسه يعني. انت ايه رايك في التعديلات الدستوريه الجديده؟ يعني انت اكيد اطلعت على بعض البنود في الدستور، ولا يعني في حاجات يعني حاجات بسيطه كده، يعني مثلا الدستور ده بيتكلم مثلا هيتكلم عن اللي يخصنا، بيتكلم عن الرياضه، اول دستور يتكلم عن الرياضه بشكل كويس، بيصلح حق المراه، يعني حاجات كتير قوي. بص انا اهم حاجه عندي بصراحه في الدستور ده ان هو يقضي على الارهاب اللي احنا اول مره نشوفه في مصر، اللي كنا بنسمع عنه في دول ثانيه وبنسمع عنه في حياته وبنستغرب، احنا دلوقتي شايفينه في مصر وناس بتموت وحاجات غريبه يعني ان شاء الله يا رب باذن الله خريطه الطريق دي تمشي، والدستور ان شاء الله كل مصر تقول عليه نعم، عشان ان شاء الله بلد استقرار والارهاب ده يتقضى عليه خالص، ونرجع بلد الامن والامان زي زمان يا رب. طمنا بقى على النادي المصري في المباراه القادمه، مباراه الاسماعيلي. والله احنا مستعدين، احنا كنا سافرنا وكنا مستعدين جدا للماتش وكنا مركزين جدا، بس يعني حته اللي هي ان الامن بس اجل الماتش وبتاع، واحنا زي ما احنا مستعدين، والماتش ده عندنا زي ما بيقولوا نصف فارقه، ان احنا ان شاء الله نحاول ان احنا ندوق طعم المكسب، وان احنا نفرح بورسعيد ونفرح اهل بورسعيد اللي هم متعودين اصلا على المكسب ومتعودين على اللعب الحلو وكده. احنا ان شاء الله نحاول نرجع المصري لمكانته الطبيعيه ان شاء الله باذن الله. كابتن اسلام صلاح بنشكرك شكرا.